عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد من فلاتر ويدجت ماستري كلاس. في الفيديو اللي فات تعلمنا الراب، كيفاش نخليه الويدجت تتنقل للستار اللي بعده كان مع الناس مساحة. اليوم باش نزيدوا خطوة في الموضوع اللايوتس، باش نتعلموا كيفاش نتحكموا في المساحة في وسط الرو وفي وسط الكولم باستعمال زوج ويدجتس اللي هما عنا الاكسباندد وعنا الفليكسد. خذوا اكزامبل، ديما احنا نبداو خدمتنا باكزامبل بسيط. هنا شو نعمل؟ رو ونعمل تشيلدرن، نعمل كونتينر نعطيه كالرز ريد، نعطيه width 200 ونعطيه تكست شو نقوله فلات. نعمل ديبليكيت للويدجت هذه ونعطيها color blue ونقول له هنا موبايل ديفلوبمنت. باهي، هنا كان الإكران السكرين متاعك صغيرة كيما السكرين اللي عندي، طلعت لنا مشكلة متاع اوفرفلو. المشكلة هنا شعملت أنا هنا حددت الويدث لكل ويدجت. الكونتينر قلت لها راهي الويدث متاعك فيكسد 200. باهي، أما في الريسبونسيف يو اي نحبوا الويدجت تاخو المساحة الموجودة. فأنا عندي مثلا إكران السايز متاعو 6 بوس ولا 7 ولا 5 ولا 4، كل إكران لازم نحب ناخو الاسباس المساحة الموجودة. هنا يجي يدور الويدجت الاكسباند والفليكس. أول ويدجت نبداو معاها اللي هي الاكسباند. باهي، هنا أنا ايش نعمل؟ نبداو بالاكسباند. نجي مثلا نقول له نربا هذه، نجي الربا هذه كما قلنا في وسط ويدجت، لا ما نحيش الويدجت هذه، نجي نقول له حط لي راب وذ ويدجت ونقول لها اكسباند. باهي، ونجي للويدجت الثانية ونقول لها زادا كيف مش بلدر اكسباندد. باهي، هنا أول ما نحط اكسباندد شنيا نلاحظ؟ نلاحظ حاجة مهمة. هنا أول ما نحط expanded شنو نلاحظ؟ نلاحظ إن الأوفر فلو اختفى. علاش؟ خاطر نحنا قلنا الاكسباندد كيفاش تخدم. الاكسباندد تقسم المساحة المتوفرة بيناتهم. يعني هنا باختصار الاكسباندد أعطات للكونتينر نفس المساحة. معناها هنا مثلا كيف نحي الويدث باش نشوف قدامنا نفس المساحة عطاتها تقريبا، معناها النص 50-50 لهذه ولهذه. باهي، اش تقولوا لي ليث؟ انا هنا نحب نتحكم اكثر في المساحة. كيف نقول لك راه في وسط الاكسباندد نجم تعطاها 2. نشوفوا شنو، بس نشوفوا نلاحظوا اللي الكونتينر الثاني خذا اكثر اسباس من الكونتينر الاول. ايش معناها؟ يعني في عوض التقسيمه نتاعنا كانت 50-50، واحده اخذت 75% والاخرى اخذت 25%. يعني الكونتينر الثاني خذا جزئين والكونتينر الثاني خذا جزء برك. هذه هي الاكسباند. الاكسباند هنا تفرض ملاحظة معناها ديما نقولها. الاكسباند راهي تفرض انك تاخو المساحة الكل. باهي، هنا خلينا نتعداو الاكزامبل قريب. باهي، نحيو الرو ذي، خليو هنا مثلا فلات كورس باش نشوفو هنا فين نستعملها بالضبط. ونجيو في وسط هذا ونعملو elevated button، نعمل on preset، وهنا نعمل تكست ونقول له باهي، هنا أول ما لاحظنا
نستعملوها في البرودكتس، معناها سورتو في الكوميرس. باش هنا أنا استعملت، خليت الكونتينر expand ياخو مساحة الكل، ويخلي سباس كان للليفيتد باتن. هنا كيف نحي الاكسباند شنو يعمل بالضبط؟ ي- يخلي الويدجت لاصقين بعضهم، معناها هنا باختصار معناها اللي فيه هذا يعوض اللي فيه بتاع سبيسر، فهمت؟ هنا الاكسباند خلى التكست ياخذ المساحة المتبقية الكل. باهي. تو عندنا وجهة أخرى تشبه للإكسباند اللي هي فليكسيبل، فهمت؟ أما فما فرق بيناتهم. باهي نجي لهنا مثلا نعوض في فليكسيبل. باهي الفليكسيبل استعمل بالضبط. فليكسيبل تخلي التشايلد ياخذ المساحة المتوفرة له، وما تفرس عليه انه يعبيها الكل، فهمت؟ الاكسباندد تعطيه المساحة الكل لازم يعباها، فهمت؟ الفليكسيبل لا، معناها تنحي لك الاوفر فيو وياخذ السباس اللي ما توفرت له، فهمت؟ لا، نعاود نفسر الفرق بيناتهم. الاكسباند تستعمل الفلكسبل تستعمل لوز، معناها خلي لي شوية اسباس. الاخرى لا. لا، يعني نفسرها بطريقة اسهل. الاكسباندد تخلي الاسباس اجباري عليه يكملوا، اجباري. الفلكسبل مرنة اكثر في الاستعمال. باهي هنا مثلا ناخذ مثلا احنا خدينا مثلا الاكزامبل هذا، نجمو مثلا ناخذ لي زاتريبيوت الاخرين نتاعها. مثلا في الفليكسيبل عندنا فليكس فيت، وعندنا فليكس فيت لوس. لحظة برك، وش الاتريبيوت؟ فيت سامحونا، فيت هنا فيت لوس بار ديفولت تكون لوس. انا نحبها ثيرست. تعاود تستخدم تولي كأنها expanded، نفس الاكسباندد. وذا هو سبب انا ديما ما نحبش نطول عليكم في الفيديوهات بتاعنا. تعلمنا اليوم كيفاش نتحكموا في المساحة في وسط الكالم ولا في وسط الرو، معناها نفس اللي يطبقوا على الرو يطبق على الكالم، فهمت؟ راك كان بس تستخدم expanded وش تستخدم flexible ولا تستخدم spacer، لك لازمك تكون في وسط رو ولا كالم، غير ذلك راك تطيحك الرو. وفي الفيديوهات الجاية باش نبداو بشوية بشوية نبداو ندخلوا حاجات موجودة في وسط لي زابليكاسيون، لي زينبوت، الفورم، الريجستر، باش نبداو بالتكست فيلد كيفاش خليو اليوزر يدخل داتا في وسط الابليكيشن نتاعنا. اذا عجبك الفيديو اعمل لي سبسكرايب واعمل لي لايك، خلينا كومنتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.